تفضل يا أخي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله وجزاكم الله خيرا من قبل ومن بعد. وأنا متابع حضرتك وأنا في أولى كلية في شرع قانون جامعة الأزهر طبعا. أهلا وأنا وسهلا. مسلم أزهري محب لأهل التصوف طبعا. فكان لي سؤال لحضرتك وأتمنى يعني قبوله بصدر رحب يعني. تفضل يا أخي. وهذا ليس خلافا أبدا، وما كان لنا أن نخالفك وأنت أعلم منا بكثير وكثير. الله يسترك، ولكن لك أن تخالفني وأن تخالف من هو أعلم مني، ما دمتم مختار من فيه. جزاك، نحترمك ونجلك ونضعك فوق رؤوسنا إن شاء الله. بارك الله. أكرمك الله. أنا دلوقتي في مسائل التوسل والتبرك بالأنبياء والصالحين. دوما لما أثير هذه المسائل في دروس الفقهية في المسجد، أنا إمام مسجد أصلا، بواجه طائفة من الناس تتهمني بالشرك وتتهمني بعباد القبور والأضرحة، وأنا أبدا ما كنت عابدا لقبر ولا لضريح ولا أعتقد فيهم نفعا ولا ضرا، وإنما نسير على نهج المذاهب الأربعة كما تفضلت حضرتك في فيديو كامل عن التوسل بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأتمنى من حضرتك يعني وجزاك الله خيرا بيان هذه المسألة بمزيد من الاستفاضة فيها، أن التوسل والتبرك بالأنبياء والصالحين ليس فيه شرك، ولسنا عباد قبور حينما نزور قبرا فندعو لصاحب القبر وندعو لأنفسنا عنده ونسلم عليه، ولا نقبل الأعتاب ولا نتمسح بالأضرحة ولا نطوف بها ولا نعتقد فيها نفع ولا ضرا، وإنما نتوسل إلى الله بأنبيائه وبالصالحين. فأتمنى من حضرتك يعني فيديو رجاء، يعني رجاء شخصي، وأتمنى ألا ترفض في أقرب وقت أن تبين هذه المسألة بمزيد من الاستفاضة في مسائل في جواز التوسل والتبرك وما عليه جمهرة أهل العلم في أن هذا الأمر جائز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أتمنى من حضرتك برضو ولك تفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. بينت ذلك من قبل وبينت المذاهب في المسألة، والمسألة خلافية، فمن أراد أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بنبيك ارزقني كذا واصرف عني كذا، أو اللهم بفلان أسألك اصرف عني كذا وأعطني كذا. من أراد أن يقلد أو ينتحل هذا المذهب فلا بأس. من أراد أن يكف وأن يأخذ بقول المانعين فلا بأس. لكن البأس والإشكال أن ينكر أحدهم على الآخر تقليد غيره. جزاك الله خيرا. قضية لو تسمح لي بالرد، لا ننكر عليهم والله يا سيدنا يا دكتور، ولكن ننكر فقط اتهامنا بالشرك واتهامنا بعبدة القبور والأضرحة. أنا ما أنهيت كلامي وما قطعتك فلا تقاطعني. آسف، اتفضل. إذن ما الذي ينكر في هذه المسألة؟ الذي ينكر حينما نتوجه إلى الميت بالسؤال فنقول له اعطني وامنحني وامنعني وارزقني واشفني وكذا، هذا هو الضلال المبين الذي لا يقره الشرع الشريف. إذا نوضح للناس أن فرقا بين أن تدعو وأن تسأل الله لكنك توسلت إليه بفلان، وفرق بين أن تدعو فلان وأن تسأل فلان، فهذا هو الذي لا يجوز. السؤال الثاني. جزاكم الله خير.